حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم. ألف مبروك لكل اخواتي الزملكاويه، الفوز امبارح على نادي فاركو بنتيجه 1-0. المباراه اللي نادي الزمالك بداها الشوط الاول باداء باهت، ولكن الشوط الثاني نادي الزمالك نزل بادئ بدايه هجوميه وقدر يسجل الهدف الاول عن طريق شيكو بنزا، ولكن برضه لسه نادي الزمالك عنده حته الرعونه والفينشنج السيء. زي ما قلنا في مباراه مودرن فيوتشر المباراه اللي قبل مباراه فاركو، قلنا نادي الزمالك بقى عنده زياده نسبيه في حته الانسجام في التدرج بالكوره ما بين خط الدفاع وخط الوسط، ولكن للاسف الكوره برضو لما بتوصل في الحته الهجوميه بتاعتنا بيبقى في سوء تصرف من لاعبين كتير قوي، وده امر انا عن نفسي متفهمه لان انت عندك كم لعيبه في التلت الامامي كلهم عايزين يثبتوا نفسهم، فللاسف في حاله استعجال سواء من شيكو بنزا او ادم كايد او ناصر ماهر او عدي الدباغ او حتى ناصر منسي واحمد شريف لما نزلوا. كله عايز يجيب جون، كله عايز يثبت نفسه، كله عايز يقول انا هو. اللي نفسي فيه ان لعيبه الزمالك تتفهم انه والله كله دوره جاي، ونفسي كمان جمهور الزمالك يتفهم الحته دي. الاسلوب اللي بدا بيه يانيك فيريرا الدوري واللي استمر على مدار الاربع مباريات اللي فاتوا بيقول ان يانيك فيريرا بيشتغل باستراتيجيه معينه. يعني من الاخر كده يانيك فيريرا في اول مباراه في الدوري نزل بالتشكيله اللي كانت بتلعب الموسم اللي فات، زود عليهم بس شيكو بنزا وزود عنصر او عنصرين في الشوط الثاني، والمباراه الثانيه زود عنصر او عنصرين كمان، والمباراه الثالثه هكذا والرابعه هكذا. يعني من الاخر كده يانيك فيريرا عشان يحافظ على الانسجام والتفاهم بين اللاعبين بيدخل لنا الصفقات بالمعلقه، يعني ما بيديهالناش كده سد حنك عشان ما نشرقش. يعني من الاخر كده اللي نفسي يفهموه كل الصفقات الجديده بتاعت نادي الزمالك ان كله دوره جاي. يعني زي ما شفنا في المباراه الاولى شيكو بنزا مع ادم كايد، المباراه الثانيه والثالثه شفنا اخوان الفينا، عدي الدباغ بياخد فرصه كبيره مع المدرب حاليا في ظل المشكله اللي حاصله بين المدرب وسيف الدين الجزيري، احمد شريف نزل المباراه اللي فاتت والمباراه دي، والبقيه تاتي والله كله دوره هيجي، استراتيجيه الراجل ده بتقول كده، فمالوش لازمه الاستعجال ومالوش لازمه ان انا لازم اثبت نفسي دلوقتي، لسه احنا في اول 4 ماتشات. فاتمنى من الكابتن يانيك فيريرا انه يقدر يحتوي الحته دي ويقدر يوصل لعيبه التلت الامامي انهم يلعبوا مع بعض ويركزوا. وبعيدا عن الفنيات بقى عندي ملحوظه في المباراه لازم اتكلم فيها، لان لولا تسجيل شيكو بنزا هدف وفوز الزمالك بالثلاثه بونت النقطه دي كنا هنتكلم فيها كتير قوي وكنا هنقف عندها ياما، وهي لقطه شيكو بنزا مع حارس نادي فاركو شيكا. شيكو بنزا هنا زق الكوره وطلع عليه شيكا رجل في رجل وعرقله واضحه داخل منطقه ال 18. والله بقى هنا شيكو بنزا عنده فرصه اللحاق بالكوره، ما عندوش فرصه اللحاق بالكوره، طلعها بره الاستاد خالص، ده الحكم اللي يقولها. انما اللي انا عايز اعرفه فين حكم الفار؟ اللقطه دي وانا متابع الماتش ما تعادتش الا مره واحده، يعني لا مخرج عادها ولا حكم فار طلب انه يعيدها. يا سيدي انا لا بقول لك هي بلانتي او مش بلانتي، انا مش راجل خبير تحكيم، بس انت كحكم فار فين وظيفتك؟ يعني انت كحكم فار لما تشوف عرقله بالصوره دي جوه ال 18 وما تعيدهاش وما تستدعيش الحكم انه يشوفها، تقدر تقول لي انت قاعد جوه بتعمل ايه؟ ما هي لما كره زي دي حضرتك ما تعيدهاش وعلى مدار الماتش انا ما شفتش اي تدخل للفار. يعني انا اسف كده حكام الفار في غرفه الفار نايمين في ميه البطيخ. لما يبقى عندك كره زي دي وما تستدعيش الحكم او حتى تعيدها فانت كده مش حكم فار، انت كده امن الكتروني في بنك. يعني احنا كده من الاخر مقعدينك في وش الشاشات عشان تراقب لنا الكاميرات، عشان لو حد تليفونه اتسرق يعني ولا حاجه تجيبه لنا. انما انت كده حكم فار؟ لا انت مش حكم فار. وبصراحه انا ممكن اعذر حكم الساحه. حكم الساحه راجل عمال يجري ويبذل جهد ويعرق ووارد جدا انه يغلط، ممكن كرة مش بايناله، ممكن كرة ما يشوفهاش، ممكن تمركزه يكون خاطئ بحكم التعب اللي بيتعبه، انما حكم الفار ملوش عندي اي حجه. اللي اعرفه يعني وعلى حد معلوماتي ان حكم الفار بياخد في المباراه الواحده تقريبا حوالي 5-6000 جنيه، وجايبين له كرسي ومقعدينه في غرفه مكيفه وحاطين له شاشات قدامه تسد عين الشمس، وكل اللي مطلوب منه يا مؤمن انه يركز ساعه ونص. يا راجل ده سواقين الميكروباص بيركزوا في الطريق بال10 وال12 ساعه عشان يروحوا بيتهم ب 300 400 جنيه. انت بتاخد فلوس، قاعد في التكييف، قاعد على كرسي قدامك شاشه، ومع ذلك مش قادر تعيرني تركيزك لمده ساعه ونص. فبصراحه انا شايف لو هتمشي كده لا احنا نوفر فكره الفار دي خالص، وكفايه كده على حته الفار عشان طولنا فيها زياده عن اللازم. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو نخش على تقييم اللعيبه على طول. اول واحد ويستحق ان انا ابدا بيه هو حارس المرمى محمد صبحي. محمد صبحي مقدم بدايه موسم ولا اروع. محمد صبحي السنه دي في الدوري المصري هو افضل حارس في خلال الاربع مباريات اللي لعبناهم، اول وتاني وتالت ورابع مباراه مأديهم 10 على 10. واتمنى ان محمد صبحي يستمر على هذا المستوى لان هو عنده حاليا فرصه ذهبيه. مفيش حد يخفى عنه ان ملف حراسه المرمى في مصر السنه دي كان بيتجهز لمصطفى شوبير، ولكن مصطفى شوبير يشاء القدر انه في اول 3 مباريات يخش فيه 3 اجوان هو السبب في 2 منهم. وزي ما شفنا في مباراه المحله الكابتن ريبيرو بيستغنى عنه وبيرجع يعتمد تاني على محمد الشناوي. محمد الشناوي اللي سنه كبر ومستواه بقاش زي الاول، واصبحت حاليا الساحه فاضيه لك انت. فانت لو استمريت على المستوى ده على مدار الموسم اللي احنا ماشيين فيه صدقني هيبقى لك مقعد اساسي في منتخب مصر. نخش بقى على خط الدفاع.
خط الدفاع بصراحه لا غبار عليه ومفيش كلام عليه. نادي الزمالك طوال ال 90 دقيقه ما جاتش عليه كره خطر، بخلاف كوره الباك اليمين بتاع نادي فاركو جاي يرفعها فقلشت من على رجله ومشت على العارضه بتاعت نادي الزمالك. بخلاف ذلك مفيش اي فرصه خطر جت من نادي فاركو. ولكن انا عندي اشاده خاصه بمحمود حمدي الونش. محمود حمدي الونش اللي انا عن نفسي وانا قاعد بتفرج كمشجع زملكاوي ببقى عايز اقول له يا عم بالراحه على نفسك. محمود حمدي الونش اللي تسبب في طرد لاعب فاركو بعد ما حط دماغه في حته اللعيبه تخاف تحط فيها رجليها. يعني انت شايف لاعب فاركو هيقلب الكوره باكورد، وانت عارف انه هيقلبها باكورد، وعارف انك لو حطيت دماغك في الكوره بنسبه 99% الباكورد ده وش رجله هيلبس في وشك. ومع ذلك محمود حمدي الونش بيحط وشه في الكوره. وليه كوره في نص الشوط الثاني بينط نطه اقسم بالله لو نزل منها غلط لا هيبقى فيها خطر على حياته. لدرجه ان زي ما بقول لك انا كراجل مشجع ببقى عايز اقول له يا ونش ابوس ايدك بالراحه. انا نفسي بقيت خايف عليه، عايز اقول له يا عم في داهيه الماتش وفي داهيه البطوله، المهم صحتك. انت متخيل ان الاداء الرجولي ده كله طالع من لاعب عامل 2 صليبي؟ يعني من المفترض ان لاعب زي ده بعد اصابتين بالرباط الصليبي المفروض انه يلعب بالشوكه والسكينه ويخاف من اي تدخل. ومع ذلك الونش هو الونش، واللي بيعمله الونش ده والاجتهاد بتاعت الونش هي اللي صنعت اسم محمود حمدي الونش. للي ما يعرفش واللي ما كانش متابع، محمود حمدي الونش قدم اول موسم ليه مع نادي الزمالك في منتهى السوء، وشهاده لله يعني الوحيد اللي كان مقتنع بيه في مصر هو كان احمد حسام ميدو، لانه وقتها الونش كان بيقدم مستوى كارثي وتهور وانذارات وطرد وكان بيلبسنا ضربات جزاء. ولكن عشان لكل مجتهد النصيب بقى محمود حمدي الونش. نخش بقى على الباكين. عمر جابر مقدم اداء كويس في ظل انه واخد تعليمات دفاعيه من يانيك فيريرا. عمر جابر نادرا لما بلاقيه بيزيد مع اخوان الفينا، ودي مش طبيعه عمر جابر اللي اتعودنا عليها لا الموسم اللي فات ولا اللي قبله. فاكيد يانيك فيريرا مديله تعليمات انه يلتزم بادواره الدفاعيه. وهرجع واعيد واقول زي ما قلت في الحلقه بتاعه مباراه مودرن فيوتشر لابد من ايجاد بديل لعمر جابر. مش بقول لك يا سيدي قعدوا احتياطي، بس عمر جابر حاليا ملوش بديل. لاعب يبلغ من العمر 33 او 34 سنه ولسه ملوش بديل. نخش بقى على الجبهه الثانيه اللي كان فيها احمد فتوح. هو احمد فتوح فنيا ولكن ليس هو احمد فتوح بدنيا. وبصراحه انا واحد من الناس ما كنتش محبذ انه يبدا بيه المباراه لان فتوح حالته البدنيه واقعه، وكنت افضل انه يديله اخر تلت ساعه في الماتش او اخر ربع ساعه. نيجي بقى الخط الوسط اللي كان مكون من دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر. بيتهيألي يا جماعه جه الوقت اللي لازم نشيد فيه بدونجا زي ما ياما قطعنا فيه. دونجا السنه دي يا جماعه مباراه بعد مباراه بجد بيعلى، طبعا بغض النظر عن الكره اللي جت على شماله ولعبها بره الاستاد خالص، دي دونجا مقدم امبارح اداء هايل. نخش بقى على عبد الله السعيد اللي حتى لو مش في حالته فوجوده في الملعب لابد منه. عبد الله السعيد زي ما قلتها قبل كده هو اذكى لاعب في مصر، وهقول لك بقى جمله هنثبتها على عبد الله السعيد فيما بعد. عبد الله السعيد هو المدير الفني لنادي الزمالك من داخل الملعب، حرفيا هو القائد الفعلي حاليا لنادي الزمالك جوه الملعب. نيجي بقى للرقم 10 بتاعنا وناصر ماهر. طبعا مفيش حد يخفى عليه ان ناصر ماهر لعيب كوره عالي، لعيب موهوب، لعيب عنده كوره، ولكن للاسف ناصر ماهر لو ما احترمش موهبته ولعب مع زمايله هيتحول لصالح جمعه جديد. ناصر ماهر ده اقسم بالله لو احترم موهبته ولعب مع زمايله هيتحول من صالع لعب الحلواني بيفرق جاتوه. يعني ناصر ماهر ده لعيب رقم 10 عنده فرصه انه يوزع هدايا على زمايله، حرفيا يدلع المهاجمين اللي بيلعبوا قدامه. ولكن للاسف برضه عنده نفس المشكله اللي قلناها في اول الحلقه اللي موجوده في الثلث الهجومي كله بتاع نادي الزمالك، وهي حته الاستعجال واثبات الحضور. زي ما قلت لك في الثلث الامامي كله عايز يقول انا هو، بس كلهم كوم بالنسبه لي وناصر ماهر كوم، لان الرجل دي انا شايف ممكن يطلع منها حلويات. ناصر ماهر حرفيا لو ركز في حته توزيع الكره في الثلث الهجومي وصناعه اللعب هيبقى في حته ثانيه، او بمعنى اصح لو العقليه اتظبطت هيبقى عبد الله السعيد الجديد. فزي ما قلت لك انت قدام خيار من اتنين، يا تبقى عبد الله سعيد جديد يا تبقى صالح جمعه جديد، ولك حريه الاختيار. نيجي بقى للملاسوع الملدع شيكو بنزا. مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني انا بطلب منه طلبات والله عارف ان هو مش هيقدر ينفذها. كل اللي طالبه منه يخف استعراض ويعقل، بس حته يعقل دي هي مش بايده، هو حرفيا الابلاتين عنده ملدع. لو انت مش مصدق خد اتفرج. هتطلب من ده يعقل ازاي؟ فخلاص احنا مضطرين ناخد الحلو منه، من الاخر كده خد صاحبك على عيبه، هناخد منه الاجوان وهنستحمل منه الجنان. نيجي بقى الناحيه الثانيه والبرازيلي اخوان الفينا. اخوان الفينا اللي حرفيا امبارح كل علقه ما كلهاش حمار في مطلع، حرفيا مفيش جزمه كوره في رجل اي لاعب من لاعب فاركو امبارح الا واتضرب بيها اخوان الفينا. بس نيجي للحلو بقى، اخوان الفينا خلاص لا غبار عليه في حته المهاره وحته الواحد على واحد. اعلى لاعب حرفيا حتى الان في الدوري مهاريا وفي حته الواحد على واحد هو اخوان الفينا، واللي يزعل يتفلق.
فحته المهاره والمراوغات والحلويات دي احنا مش هنتكلم فيها تاني بالنسبه لاخوان الفينا، دي اتختمت واتبصم عليها واتمضت من مدام عفاف اللي في الرابع. ولكن المميز بقى ان لاعب مهاري ولاعب محترف ياكل الضرب ده كله ومكمل ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويجيب لك فاولات من على حدود ال 18، ده اللي مش طبيعي. يعني لاعب محترف، لاعب حريف، لاعب عنده كوره، لاعب برازيلي، ومع ذلك مش خايف على نفسه ويخش ويدوحر ويضربوه ويقع ويقوم تاني ويجيب الكوره. لا، لعيب ملوش حل. اي حد يقول لك اي كلمه سلبيه على اخوان الفينا فهو محروق منه مش اكتر. لعيب حرفيا جعان كوره. نخش بقى على عدي الدباغ. والله يا عدي انا عن نفسي مستني منك كتير، بس زي ما اشدت بيك في الحلقه اللي فاتت في حته التحركات خارج منطقه ال 18، للاسف تحركاتك سيئه جدا جوه ال 18. يعني زي ما شفنا منك في الماتش اللي فات واللي قبله، انت بتنزل تحت ال 18 بتستلم كوره وبتحافظ عليها وبتلعب مع زمايلك كويس قوي. وفي الماتش اللي فات واللي قبله انا قلت مش هقيمك جوه البوكس لان حرفيا ما كانش بيوصل لك حاجه. لكن في ماتش امبارح وخصوصا في الشوط الثاني، لا، في كور كتير قوي جت في ال 18، والشوط الاول فيه عرضيات كتير قوي اترفعت جوه ال 18. وللاسف كل العرضيات اللي اتحطت في البوكس في الشوط الاولاني اللي اتعاملوا معاها جوز المساكين محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد. واللي انا لاحظته امبارح ان عدي الدباغ بيشكل خطوره جوه ال 18 في حاله واحده بس، لما الكره تيجي تحت رجله. انما بقى حته التوقع والتحركات جوه ال 18 من غير الكوره محتاجين نشتغل عليها شويه. وبرضه يا عم انا لسه عند كلمتي، انا مستني منك كتير. نيجي بقى للبدلاء. اول تبديل عندنا كان بنزول محمد شحاته وادم كايد. محمد شحاته تغييرته كانت تغيير مركز بمركز، ما اثرش كتير في طريقه اللعب، ولكن اللي عمل حركيه وعمل نشاط في الثلث الهجومي من ساعه ما نزل هو ادم كايد. وبسبب النشاط والحركيه واللعب اللي عمله في الثلث الهجومي امبارح الزمالك عمل اكتر من كره على الجون، بالاخص في الشوط الثاني. ولكن للاسف برضه لولا سوء التصرف والفينيشنج السيء والقرارات الخاطئه الزمالك كان ممكن يطلع الماتش امبارح 2-3 مرتاح. ونيجي للتغييرين اللي بعد كده، فيهم برضه تغيير مركز بمركز. فتوح بعد ما تعب طلع ونزل بداله بنتايج. برضه تغييره مركز بمركز، لعيب تعب طلعه ونزل لعيب مكانه، ما غيرتش في طريقه اللعب حاجه. واخر تغييره بقى وهي تغييره ناصر منسي. مالك يا ابو الصحاب؟ انت مش انت والله، لا انت مش انت حرفيا، مش حته كوره بس، في حاجه فيك مش مظبوطه. نصيحتي ليك ونصيحه لوجه الله، خد لك اجازه من التمرين واوصل البلد، حب على ايد الحاجه وارجع. انا بكلمك جد والله ما بهزر، لان انت نفسيا فيك حاجه مش مظبوطه. اتمنى 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 ترجع ناصر منسي اللي نعرفه، ناصر منسي اللي ما عندوش امكانيات جباره ولكن عنده اصرار واجتهاد مش موجود في لعب في مصر. اما انت بقى يا عزيزي المتابع، فلو وصلت لنهايه الحلقه ما تنساناش باللايك والسبسكرايب والكومنت الجميل بتاعك. اما بقى لو انت راجل زملكاوي ولسه مش مشترك في قناه المو، فمش هقول لك غير عيب عليك. واشوف وشكوا على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.